ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة البغنوج. هنشويه على البوتاجاز من فوق. بصوا هيدوكوا نتيجة تحفة، كأنك شاوية بالظبط على الفحم. حلو قوي، وبينفع بيبقى حلو قوي مع في السحور وتغيير كمان، وطبعا حاجة مفيدة جدا يعني. وفي 10 دقايق هتعمليه. بص شكله جميل ازاي، ما شاء الله، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. يلا بقى اعملوا لايك وطبعا القناه وفعلوا الجرس ومعملوش الفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. نمسك كده البتنجانية الرومي دي، نمسكها اغسليها كويس جدا وولعي بقى النار وحطيها ايه على العين بتاع النار زي ما انت شايفه كده، ونعلي النار على الاخر خالص. في الاول هتعلي النار على الاخر خالص، وبعد كده بقى نبدا نوطي، بس اللي هي يعني ايه تخلي البتنجانية تسخن معاكي في الاول. وكل دقيقتين كده بقى ابدأي ايه اعمليها ايه اللي بيها على الناحية اللي احنا ايه اللي هي لسه ما اتعملتش عليها. وزي ما انتوا شايفين كده، عايزه اقول لكم بيتعمل بسهوله جدا فعلا. في 10 دقايق هتعمليه، وهتشوفي كمان الخطوات الباقيه سهله اوي برضه. هو البتنجان اصلا بيتعمل بسرعه، مش يعني ما بياخدش وقت زي ما انا قلت لكم. وريحه الشوي بتاعته فظيعه، وانتي اصلا بتعملي كده انت هتشمي ريحه الشوي بتاعته. زي ما قلت لك كل دقيقتين كده هتمسكي تقلبي بيه على الناحيه التانية يعني. الكميه دي ده كيلو من البتنجان، بس انا هعمل واحده تانية يعني، بس ما صورتهاش بصراحه. بصوا بقى طري خلاص ازاي. خلاص هو كده بقى جاهز معانا. بس في الاخر بس حبيت ان انا احطه بس نفس البداية يعني. حسيت اللي من تحت لسه عايزة شوية، فقلت احطها يعني. وجبت بقى طبق وبدأت احط بقى عليه البتنجان بعد ما تشوي بالطريقة دي. وعندك بقى ورق فويل امسكيه غطيه. ده بيعمل حاجتين: اولا يكون هدي، وثانيا يكون لما بتغطيه القشرة بتاعته بتبدأ تخلع، البخار بيخليها تخلع، خلاها تخلع بسهولة جدا. انت لو جيتي عملتيه بعد ما شويتيه على طول القشرة بتبقى رخمة قوي. فبصوا كده بقى بيتعمل بسرعة ازاي. مسكت بقى قشرته بالشكل ده، وهنضرب بقى كل الحاجات دي بقى في الكبة. هنحط بقى ايه قرن فلفل، وهنحط جزراية، وهنحط كام عود من البقدونس. انا عايزة العيدان من تحت، مش عايزة اللي من فوق يعني. وهنحط بقى عليها البتنجان بقى اللي احنا مسكناه قشرناه بميته بكل حاجاته. انا ليه ما حطيتوش من تحت؟ عشان مش عايزاه يتهرس قوي، فحطيت المكونات اللي هي تخلط الاول. واحط بقى معلقه من الثوم الصغيره ومعلقتين كبار من الطحينه. طب لو انا بقى عندي دقه احط معلقتين من الدقه، ما تحطيش الفلفل ولا الثوم. وهحط بقى 3 معالق من الخل، نص معلقه ملح، نص معلقه كمون، نص ليمونه. وهنضرب كل ده كده في الخلاط او الكبه. عايزه اقول لكم مقاديره بالظبط مظبوطه، مش محتاجه اي حاجه. عايزه تقللي الملح شويه وتظبطي انتي الملح على حسب ما انتي عايزه براحتك. بص هيطلع معاكم شكله جميل ازاي، وزي ما قلتلك سهل وبسيط، وطعمه حكايه تحفه جدا.